ازيكم؟ تسريبات وتفاصيل جديده عن الايفون 15 برو ماكس، تسريبات عن الشكل والتصميم بتاع الموبايل مع مميزات تانية قادمه في الكاميرات واشياء اخرى مهمه جدا. ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك وتكمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. على حسب موقع 925 ماك فإن الايفون 15 برو ماكس حجمه هيكون أصغر من الايفون 14 برو ماكس، ولكن الفروقات هنا ما بين حجم الموبايلين تكاد تكون معدومة تقريبا، فروقات صغيرة جدا لا تكاد تلاحظ أصلا، لدرجة إنها ما توصلش لإنها تكون ملي أصلا، أقل كمان من الملي للشكل المحيطي بتاع الموبايل. كمان ال 15 برو ماكس حجم أو سيت اب الكاميرات هنا هيكون أصغر من ال 14 برو ماكس، ودي قد تكون الحاجة أو الميزة الوحيدة في التصميم بتاع الموبايل. واحدة من أهم التغييرات اللي طرأت على التصميم واللي سمعنا عنها أكتر من مرة في الأسابيع اللي فاتت، وهي الأزرار الصلبة اللي بيزعم استخدامها في الايفون 15 برو ماكس. في تسريبات طلعت اكيد سمعتوها اصلا ان فكره الازرار الصلبه دي تم الغائها تماما، وان الايفون لسه هيجي بنفس الازرار تقريبا بدون اي اختلاف، باختلاف زرار واحد بس اللي هو زرار السويتش اللي بيعمل الموبايل صامت. زرار السويتش هنا هيتم استبداله بزرار تاني نفس الزرار اللي موجود في الابل واتش الترا، وده عشان يبقى قابل للتخصيص، تقدر تخصصه لاداء بعض المهام، ان كل عدد من الكليكات يديك امر معين، والحاجات دي انت بتخصصها مسبقا. يعني الموبايل هيجي بنفس التصميم تقريبا بدون اي اختلاف. كمان زي ما قلت لكم من شويه حجم الموبايل هيكون اصغر، وده عشان حاجه مهمه جدا هتحصل في الايفون 15 برو ماكس، هي ان الحواف هنا بتاعت الموبايل ده هتكون اصغر حواف في العالم، يعني هيتم تقليل الحواف، وعشان كده الموبايل حجمه بقى اصغر شويه، وده عشان احتفاظ الموبايل بنفس الشاشه وبنفس الحجم بتاعت الجيل اللي فات مع تقليل الحواف، فاكيد الموبايل حجمه هيكون اصغر شويه. واحد من اهم التغييرات القادمه على الايفون 15 برو ماكس هي الكاميرات والجوده بتاعتها. ال 14 برو ماكس كان بيجي بكاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل مع مستشعر من سوني الاي ام اكس 803، وال 14 برو ماكس هيجي مع نفس الكاميرا 48 ميجا بكسل، ولكن المستشعر هنا هيكون مختلف شويه، وهيجي مع الابجريد بتاع الجيل اللي فات واللي هو هيكون الاي ام اكس 903، بالاضافه لتطوير على كاميرا البيريسكوب بحيث انها بدل ما تعمل 3 اكس زوم في الايفون 14 برو ماكس، فالايفون 15 برو ماكس هنا هيعمل 6 اكس زوم. طبعا 6 اكس زوم بدائي جدا مقارنه بالاس 23 الترا اللي بيعمل 10 اكس زوم، والكاميرا البيريسكوب اللي هتعمل هنا 6 اكس زوم تقريب حقيقي هتكون مختصره بس على الايفون 14 برو ماكس. دي كل حاجه تقريبا متعلقه بالايفون 15 برو ماكس، بالاضافه بقى للمميزات الثانيه، المعالج الجديد الاي 17 بايونيك، بالاضافه لليو اس بي تايب سي، ولكن ما دون ذلك كل حاجه ما زالت نفس المميزات تقريبا من ناحيه سرعه الشحن، عمر البطاريه او الساعه بتاعتها، مفيش اي تسريبات بخصوص زيادتها او تغييرها باي شكل من الاشكال. ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات بخصوص التسريبات والمميزات القادمه في الايفون 15 برو ماكس. بس كده، اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي، سلام.